حتى بقائك في الحياة دي ليوم كمان هيفضل احتماله 50% تقريبا. اللي بشوفه قدامي من الناس 85% منهم بيخافوا من حاجة اسمها المخاطرة أو الريسك، مع إن المخاطرة دي موجودة في أي حاجة بتعملها. كل حاجة حرفيا احتمال نجاحها زي احتمال فشلها. حتى بقائك في الحياة دي ليوم كمان هيفضل احتماله 50% تقريبا. بس بالرغم من كده مش هو ده السبب الوحيد اللي بيخلي الناس ما تعملش اللي هي عايزاه. في فكرة بتسيطر عليك كل ما تقرب تعمل أي إنجاز في حياتك: التشاؤم. أيوة التشاؤم. بعد قراءات وسماع عشرات الانترفيوهات لناس ناجحة خدت بالي من حاجة غير منطقية حرفيا، وهي الناس اللي بينجحوا في عمل المشاريع بيتقبلوا فكرة انه يخاطر ويفشل عادي. بس بالرغم من انهم متقبلين فكرة الفشل فهم عمرهم ما كانوا متشائمين. يعني ببساطة بيحس انهم هينجحوا وهيوصلوا. يا اخي متفائلين جدا. وبصراحة ما شفتش واحد من رواد الاعمال في اي انترفيو الا وهو بيقول انا كنت حاسس ان انا هنجح وهبقى حاجة كبيرة حتى وانا فقير ومش لاقي اكل ومفيش اي حاجة تدل اني هعمل اي حاجة. خليك متفائل بشكل عبيط واسمع كلامي والله. تالت مشكلة بيقع فيها الناس وبتمنعهم انهم يعملوا اي حاجة هي عدم وجود خطة. العلم بيقول غبي بخطة احسن من عبقري بيضبش. طب والخطة دي هتعملها ازاي؟ بسيطة، دي ارقام التواصل معانا وخلي موضوع الخطة علينا. انا وزمايلي في الشركة هنقدم لك خطة عمل او دراسة جدوى لمشروعك هتضمن لك النجاح بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى. مستني ايه بقى؟ مستنيينك.